تعرف إن أنت ممكن تقدر تعمل أكتر من قناة في نفس الجيميل بتاعك، زي ما أنت ما عارف إن أنت عشان يكون معاك قناة على اليوتيوب لازم في البداية خالص يكون معاك أكونت جيميل، بس الفكرة وما فيها إن أنت بتكون عايز تعمل أكتر من قناة، هتيجي بقى كل قناة تعملها نعمل لها أكونت جيميل جديد، لأ تقدر من نفس أكونت الجيميل يعني من أكونت الجيميل بتاعك تقدر تعمل بيه أكتر من قناة، يعني أنت مثلًا لو معاك Gmail دلوقتي فاتح بيه قناة، تقدر تفتح عليه بال20 قناة ما فيش مشكلة. طيب هنعمل كده إزاي؟ كل اللي عليك هتيجي على صورة القناة بتاعتك من هنا أهو، ولو أنت معاكش كمبيوتر ومعاك تليفون، هتفتح استوديو منشئين المحتوى في جوجل كروم وتعمل الوضع المتصفح عشان يبقى كأنك قاعد على الكمبيوتر. هتدوس على صورة القناة بتاعتك من فوق وتيجي على علامة الإعدادات، وتنزل تحت عند كلمة إنشاء قناة جديدة، ومثلًا وليكن نسميها محمد علاء 2 أهو، محمد علاء 2 طبعًا أنت عايز تحط صورة حُط براحتك كإنّك عامل قناة جديدة بالضبط، وندوس على إنشاء قناة، تمام، نصبر بس كده أهو، كده بعد فضل الله بقى معانا قناتين، زي ما أنت ما شايف أهو محمد علاء 2 طيب لو دوست هنا أهو بقى الجديد إن أنت لو جيت تدوس على تبديل الحساب هتلاقي إن في قناتين ظهروا تحت account الجيميل بتاعك، تمام، أنت عايز تضيف قناة كمان، هتدوس على الاطلاع على كل القنوات، وبالتالي هتلاقي عندك حتّة إنشاء قناة دي، كده أنت فهمت الفكرة. كل اللي عليك إن أنت بتدوس على كلمة إنشاء قناة دي، وتقدر تسمي بقى زي ما أنت محمد علاء 3 محمد علاء 4 محمد علاء 5 محمد علاء 6 يعني هي الفكرة أنت فهمتها. طيب محمد علاء هو الحوار ده مفيد؟ الحوار ده مفيد جدًا، 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 لإن ببساطة شديدة مش كل قناة هتيجي تعملها، تعمل لها account Gmail لوحديه، أنا الحوار ده أنا شايفه رخم، أنت ببساطة شديدة لو عايز يبقى معاك account Gmail تقدر من account الGmail بتاعك تفتح بيه قنوات براحة راحتك، تمام؟ بس هي الفكرة وما فيها إن هو ممكن يطلب منك برضه الرسالة اللي ظهرت لك دي، هتتفرج على الحلقة اللي ظهرت دلوقتي دي وهي إثبات الهوية، لو أنت ما بتعرفش تثبت هويتك اتفرج على الحلقة اللي ظهرت دي، علمتك إزاي بعد فضل الله تثبت هويتك بكل سهولة وبكل سلاسة، تمام، شكرًا كتير ليكم وده كان الرد على أحد المتابعين، هل ينفع أعمل قناة أكتر من قناة بنفس أكونت الجيميل؟ آه ينفع وأنا عرّفتك الطريقة. الحلقة دي أو اللقطة دي أنا صورتها بعد ما خلصت الفيديو، بس ببساطة شديدة أنا بس طالع أقول لكم نصايح لوجه الله، حاولوا تهتموا بيها وأنتم بتعملوا أكتر من قناة. حاول كل قناة أنت بتعملها تكون متخصصة في حاجة، يعني مثلًا قناة متخصصة في الطبخ، قناة متخصصة في الكورة، قناة متخصصة في الgaming، قناة متخصصة مش عارف إيه، المهم التخصص في المحتوى، تمام؟ يعني أنا مثلًا هاعمل قناة مختصة بالطبخ، ما فيش مشكلة، يبقى المحتوى اللي بينزل عليها بالكامل طبخ، القناة التانية gaming يبقى بالتالي المحتوى اللي بينزل على القناة التانية gaming ألعاب فقط لا غير، تمام؟ ما ينفعش تعمل قناة جديدة وتعملها لي منوعات أم السيد، ما فيش الكلام ده، ما تعملش قناة وتفضل تنزّل فيها محتوى ما لوش دعوة ببعضه، لا ليه دعوة باليمين ولا بالشمال، يعني مثلًا أكبر دليل القناة اللي أنت بتتفرج عليها دلوقتي دي، دي قناتي اللي باعلّم فيها إزاي مُنشئ المحتوى يبقى مُنشئ محتوى على محترف على اليوتيوب، هتلاقيني بانزّل فيها محتوى ما لوش دعوة بأي حاجة تانية غير تعليم مُنشئ المحتوى إزاي يكون محترف في إنشاء المحتوى، سواء كان على اليوتيوب أو تيك توك أو فيسبوك. ومتخصصين بنسبة 90% ل95% في اليوتيوب. شُفت بقى أنا باقول لك إيه، عشان ببساطة شديدة ما تفتحش قناة، ما تقعدش تفتح في قنوات وفي الأساس أنت ماشي في الطريق الغلط، تمام؟ فشكرًا كتير ليكم، ما تنساش تصلّي على النبي، السلام عليكم.